أنا شاب شغال في شركة كويسة والحمد لله مرتبي كان مستور، ومن أول يوم جواز اتفقت أنا ومراتي إن كل واحد فينا يبقى ليه حسابه الخاص وأنا أتحمل مصاريف البيت كاملة. عشنا سنتين من غير مشاكل كبيرة، وكل ما كانت تحتاج حاجة كنت بحاول أوفرها على قد ما أقدر. في يوم رجعت من الشغل لقيتها متغيرة وقعدت تقولي إن صاحبتها جوزها كاتب لها شقة باسمها وإنها شايفة إن ده حق أي ست. استغربت وقلت لها إن الشقة اللي إحنا ساكنين فيها لسه بدفع أقساطها ومش معقول أكتبها باسم حد دلوقتي. من ساعتها بدأت المقارنات تزيد، وكل شوية تسمع كلام من حد وترجع تطلب نفس الحاجة. بعد فترة حصلت أزمة في الشغل وتأخر عليا مرتب شهرين. لأول مرة طلبت منها تساعدني مؤقتاً لحد ما الدنيا تتظبط، خصوصاً إنها كانت شغالة وبتقبض مرتب كويس. اتفاجئت بردها لما قالت أنا مالي، دي مش مسؤوليتي. الكلمة ضايقتني جداً، لكن سكت وعديت الموضوع. بعدها بأيام كنت بدور على أوراق مهمة خاصة بالشقة والقروض، ولقيت إن ملف كامل اختفى. قلبت البيت كله ومفيش أثر لأي حاجة. سألتها فقالت إنها ما تعرفش. بدأت أشك، خصوصاً لما عرفت بالصدفة إنها كانت بتقابل سمسار عقارات من غير ما تقولي. دورت أكتر واكتشفت إن في حد كان بيحاول يستغل الأوراق دي عشان يعمل توكيلات مزورة ويبيع حقوق في الشقة. بلغت فوراً وقدمت كل المستندات اللي عندي. التحقيقات أثبتت إن السمسار هو اللي خطط للموضوع، وإن الأوراق وصلت له عن طريق شخص قريب جداً مني. وقتها اعترفت مراتي إنها سلمته صور الأوراق من غير ما تعرف هو ناوي يعمل إيه. من يومها وأنا واقف قدام قرار صعب: هل أسامح وأعتبر اللي حصل غلطة وتعلمنا منها، ولا أكمل في الطريق القانوني عشان أي حد يفكر يستهين بالأمانة يعرف إن الكل تصرف تمن؟ لحد النهاردة ما أخدتش القرار، لكن اللي اتأكدت منه إن الثقة لما تتكسر رجوعها أصعب بكتير من بنائها.